تعالوا ننتقل لفريق آخر ونقدم له التهنئة كمان بفوزه بالدوري، نادي الوداد البيضاوي المغربي. الوداد فاز عن جدارة بالدوري المغربي، وقلت لحضراتكم انه الوداد السنة دي عامل موسم كويس جدا ورشحناه من زمان انه يفوز بالمسابقة. كان عنده مباراة مع أولمبيك أسفي وكانت خارج ملعبه، ورغم كده نجح ان هو يفوز 2-1 رغم انه كان خسران 1-0. لكن الوداد فريق تقيل جدا، عنده لعيبه ممتازين، وفي مقدمتهم ويليام جبور اللي اصبح النهارده لازم يسجل في كل المباريات. اولمبيك اسف يتقدم بضربه جزاء عن طريق مهدي في الدقيقه 27، ولكن الوداد في الدقيقه 34 وضربه ركنيه نجح انه يسجل منها هدف التعادل عن طريق مين؟ ويليام جبور المهاجم السابق لطلائع الجيش واللي كان هداف للدوري المصري عام 2012، وسجل هدف التعادل للوداد. الوداد زي ما قلت لحضراتكم كان قبل المباراه دي 60 نقطه، والدفاع الحسني كان 56. الدفاع دي هدف التعادل اهوت، والدفاع الحسني كان 56، الدفاع الحسني كسب 59. ففاضل كان اسبوع بعد المباراه دي، فلو الوداد كسب هيبقى 63، يبقى حتى لو الدفاع كسب يبقى 59، يبقى كده خلاص الوداد ضمن. وفعلا ده اللي حصل، الوداد قلب النتيجه من الهزيمه 1-0 الى التقدم 2-1، وويليام جبور سجل الهدف الاول في الدقيقه 34، وبعدين صلاح الدين السعيدي سجل الهدف ثاني في الدقيقه 51. طب الرجاء المنافس التقليدي للوداد فين؟ الرجاء السنه دي في المركز الثالث وعنده 54 نقطه، ونتمنى ان الرجاء يكون دايما في الصوره لانه فريق عنده شعبيه كبيره جدا وليه القاب كبيره جدا، وبنسعد دايما بجماهيره وتواصلها معنا في صفحاتنا على الفيسبوك وفي متابعتنا. جمهور الوداد والرجاء يا جماعه بيشكل اكتر من 90%. ادي الهدف الثاني لفريق الوداد، كره كانت كورنر واتلعبت اوفر، نجح صلاح الدين السعيدي انه ينقض عليها براسه عشان يسجل الهدف الثاني. الوداد استحق فعلا الفوز السنه دي، الوداد فريق من العيار الثقيل ويستحق كل تقدير وكل احترام. تعالوا نشوف الفرحه الكبيره لنادي الوداد وجمهور نادي الوداد اللي آزر الفريق على مدار موسم كامل، وقف معاه في كل مباراته سواء داخل الرباط او حتى لما كان لانه كان بيلعب في الرباط او في الدار البيضاء او حتى كمان لما كان بيلعب في الملاعب الاخرى. نشوف مع بعض فرحه الوداد ونرجع لحضراتكم نستكمل الكره الافريقيه. الوداد طبعا بينتمي لمدينه عريقه جدا، مدينه الدار البيضاء، وفيها كثافه سكانيه كبيره جدا، من اكبر المدن العربيه، يعني فيها حوالي 6 مليون او 5 مليون نسمه موجودين فيها، وبينقسموا ما بين تشجيع الرجاء والوداد، شعبيتهم الاثنين كبيره جدا جوه الدار البيضاء. كمان الوداد عنده شعبيه في مختلف المدن المغربيه، والوداد تاريخ كبير جدا، دي البطوله رقم 19 ليه في الدوري. وطبعا الوداد كلكم عارفين انه اتسمى الوداد لانه كان عام 37 وكان المجلس بيبحث عن اسم جديد، فكان في عضو بيحضر فيلم وداد لأم كلثوم فرجع، وبعد ما اتاخر شويه قالوا له كنت فين؟ قال لهم كنت بتابع فيلم ام كلثوم وداد. قالوا بس هو ده وداد ونسمي الفريق وداد. والوداد من الفرق الجميله جدا والرائعه جدا، مبروك للوداد وحظ افضل لكل الفرق في البطولات القادمه. في حاجه جميله جدا الحقيقه بحيي عليها كل المواقع المغربيه ووسائل الاعلام وبشكرهم جدا. البرنامج بنعمله دايما الثلاث، النهارده بس احنا طلعنا طبعا استثنائي، وفي رمضان هيكون موعدنا ظهرا برضه ان شاء الله، يعني غالبا هيبقى 2:30 ظهرا توقيت القاهره ان شاء الله، ولكن بعد رمضان ان شاء الله هنرجع لموعدنا الثابت 6 مساء توقيت القاهره. الشيء اللي بشكر عليه المواقع المغربيه والميديا المغربيه انهم الحقيقه بيقوموا بتسجيل البرنامج
وبياخدوا مقاطع كثيره جدا وبيعرضوها وبتعمل دخول رائع، وده الحقيقه شيء بيسعدنا جدا وبيسعد كل اسره البرنامج لما نلاقي مقاطع موجوده في معظم المقاطع او المواقع المغربيه.